السلام عليكم. كلمة طعام هل لها معنى آخر غير المعنى اللي احنا عارفينه، اللي هو كل ما هو مستساغ في الأكل يسمى طعام؟ طب تعالوا ندور مع بعض ونبحث في الخط المصري القديم ونشوف هل الخط المصري القديم سجل طعام وإيه معناها، وهل المعنى ده مطابق جذر أساسي وموجودة في القرآن الكريم. تعالوا نشوف كده في الخط العربي طعام بتكتب كده طعام، ط عين ألف ميم، ده شكل. نكتبها بالخط المصري القديم ونشوف ايه معناها. في الخط العربي روح في القاموس وشوف مسميات الطعام يعني ايه. تقريبا كل ما هو مستساغ في الاكل يسمى طعام. تمام؟ لا، هنا لها معنى تاني، والمعنى ده يتوافق مع ما اتى في القرآن الكريم، مش عن مسمى طعام، عن المدلول الاساسي للطعام. تتكتب كده في الخط المصري القديم. الرمز ده الثقل، تمام؟ وادي رمز تاني هنشرحهم رمز رمز. هنشرحهم رمز رمز. ده رمز البومة اللي هو الميم، ماشي؟ هنا المخصص الجمل فيه، وهنركز مع بعض في المخصص. بص، ده طي او تي، ده عا، الاتنين دول عا، ودي ميم، فيصبح طعام، الى طعام غير ناظر الطعام. طب ايه الطعام؟ اللي هو ده الشكل ده اللي هو ايه؟ بلانت، نبات. فالطعام أساسه النبات. وإن شئت فقرأ قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. وقلنا دحاها يعني إيه؟ دعمها إزاي؟ قال لك أخرج منها ماءها ومرعاها. المرعى اللي هو إيه؟ الطعام، النبات. ربنا قال لك الطعام ده لإيه أو النبات ده ليه؟ المتاعا لكم ولأنعامكم. ده الخط المصري القديم اللي بيقولوا عليه في بعض الدارسين، بعض الدارسين بيقول لك ان ده خط ماليش قيمة، ده خط مجرد خط سجل بس أشكال. غباوة. هو الخط اللي اخترعه الإنسان مش بيسجل كلمات، بيسجل كلمات ذات مخارج صوتية وذات مدلول أو معنى. والدليل قدامك أهو، طعام. واسأل كل المتخصصين في المصرية القديمة، دي اسمها طعام ومعناها نبات. يبقى الطعام أي طعام على وجه الأرض أصله النبات. هتقول لي لحم، نبات. هتقول لي أي منتج موجود على سطح الأرض بتاكله، أصله النبات. إن ما توجدش النبات على الأرض في المنطقة دي، ما يدخلهاش شيء نبات من أي حتة، هيتوقف كل شيء. الحيوان هيموت وإحنا هنموت. فالنبات ده هو أساس الطعام، هو الطعام نفسه. بس ربنا ذكره لك مرة تاني طعام طعام طعام، لأن بيتحول لأشكال متعددة. فالطعام ثق تماما إنه نبات. وادي الدليل قدامك أهو، والآية بتنطق في القرآن الكريم: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. متاع لينا ولأنعامنا. وأنعامنا اللي احنا بناكلها بتاكل ايه؟ الطعام. واحنا بناكل يا إما الطعام مباشرة يا إما بناكل الحيوان اللي هو طعام برضه جاي من النبات. شفتوا جمال الخط المصري القديم؟ والكلمات متعددة، مش هتلقاها في القاموس الحالي. هات لي في القاموس الحالي إن الطعام نبات. هات لي في القواميس الحالية عند العلماء اللي دارسين كتب ملهاش أول من آخر، هات لي المعنى ده. أنا مش بتحدى، لكن معلش، لا حياة لمن تنادي. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.